السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب عمرو الأهلاوي في كل مكان. النهاردة جمعني لقاء مع الكابتن أحمد عبد القادر زي ما انتم شايفين في الصورة الموضحة أمامكم. النهاردة جمعني لقاء صدفة والله ما كانش مترتب، فحبيت إن أنا أستغل اللقاء دوت معاه واساله على الاحداث اللي حصلت الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا وزعلت منه معظم جمهور النادي الاهلي. فكلمته وقلت له، سالته واللي هقوله لكم يا جماعه ده بما يرضي الله بالنص، ولا هزوق في كلام ولا هقول كلام ما قالوش ولا يعني هدخل كلام جديد، لا، كل اللي قاله هقوله لكم بما يرضي الله. عشان الراجل النهارده قابلته فعلا، اولا نفسيته تعبانه من الاحداث اللي حصلت ومن الغرامه اللي اتحطت عليه والكلام ده كله. فاللي يشوفه بقى فعلا ويتكلم معاه نفسيته متدمره. طبعا انا هاجمت كابتن احمد عبد القادر باللي انا سمعته وقريته، انا ما كنتش شفته ولا قابلته الفتره دي خالص. من اللي سمعته على السوشيال ميديا والاخبار المتداوله من النادي الاهلي، ان ازاي يتكلم على صفحات السوشيال ميديا وازاي يتهمهم بالرشاوي والكلام ده كله، وانا من ضمن الناس اللي مؤسسه صفحه بوابه النادي الاهلي، صفحه بوابه الاهلي. فهو جمع الدنيا دي كلها طبعا، وده اثار جمهور النادي الاهلي وزعل منه. طبعا الصفحات دي يا جماعه بتكبر بجمهورها، عندها جمهور، كل صفحة عندها جمهور من جمهور النادي الأهلي. فالجمهور ده بيعلي لعيبة وبينزل لعيبة لما يكون مستوى عالي، مستوى قليل، في مشكلة مفيش مشكلة. هي دي السوشيال ميديا، بتعلي لعيب لسبع سما وبتنزل لعيب لسبع أرض. فالمهم عشان بس مش عايز أطول عليكم، كلمت معاه وقلت له يا كابتن الجمهور زعلان منك، وانا من ضمن الناس اللي زعلانه منك لان انا عندي صفحه اسمها بوابه الاهلي زي ما انت عارف. فهل الكلام اللي حضرتك قلته على السوشيال ميديا ان في صفحات بتاخد فلوس وبتعلي اللعيبه والكلام ده، الكلام ده صح؟ قال لي الكلام ده صح. طيب يا كابتن، انا من ضمن الصفحات وهي صفحه بوابه الاهلي، انا ما عنديش الكلام ده. يعني انا مثلا هديك مثال، انا كابتن حسين الشحات لما ساندته في موقفه وشدته كان موجود فيها، وطلبت من جمهور صفحه بوابه الاهلي انها تقف معاه وتقف تسانده، والراجل نفسيته تعبانه ولازم نقف معاه، احنا مغلطين بس احنا طبعا كجمهور احنا الحلوه والمره مع اللعيبه كلها، معاك او مع غيرك، مع النادي ومجلس الاداره وكل ما هو ينتمي للنادي الاهلي. فحسين الشحات طلبت من جمهور بوابه الاهلي ان يساندوا، وفعلا كانوا على قد المسؤوليه. والبوست اللي نزلته على صفحه بوابه الاهلي عمل ترند ما حصلش، حبا في حسين الشحات. انا ولا قابلت حسين الشحات خالص ولا ليا كلام معاه، من ضمن اللعيبه اللي انا ماليش كلام معاه قوي، وما اتصورتش معاه صوره. فاللي هو انا يعني كعمرو الاهلاوي ما عملت الكلام ده حبا في النادي الاهلي، حبا في حسين الشحات. انا بعشق حسين الشحات وبعشق لعيبه النادي الاهلي كلها. لو كان حصل معاك الموقف ده يا كابتن احمد كنت برضه هعمل نفس الكلام معاك. فرد عليا بنفس الكلام ده. انا ما عدتش الصفحات كلها، الصفحات كلها في صفحات كتيره جدا محترمه موجوده محترمه وبتمشي بما يرضي الله. انا كلامي على صفحات معينه، اتكلم هو على صفحتين وقال لي انا معايا دليل، بس انا مش هطلع ادله، الموضوع خلاص انتهى ومش محتاجه ادله باينه وواضحه. في صفحات بتعلي لعيبه وبتنزل لعيبه. طبعا من ضمن الصفحات دي انا مش هذكر الصفحات، بس هي صفحه كبيره وحامله اسم النادي الاهلي وصفحه متابعينها بالملايين. طبعا الصفحه دي عشان انتوا بس عارفين، الصفحه دي مش مؤسسه واحد، الصفحه دي مجموعه
فيها صحفيين وناس والكلام ده، يعني مش واحد المؤسسه ولا واحد هو اللي بيديرها، دي مجموعه. فكل حاجه وارده. انا ما اعرفش الدنيا ايه مع الصفحه دي، بس كل حاجه وارده. فهو الراجل بيتكلم على صفحه من ضمن الصفحات دي، وقال ان هي بتعمل الكلام ده. فالراجل قال لي بنفس الطبع، انا جمهور الاهلي جزمته في قراسي. نفس الكلام يا جماعه، بقول جزمته في قراسي. جمهور الاهلي هو اللي عملني، هو اللي عمل احمد عبد القادر، انا مقصر في حقهم. لكن القصه مش مع جمهور النادي الاهلي خالص. القصه ان انا شفت حاجات بعينيا والموضوع كان مستفز، عشان كده اضطريت ان اطلع اتكلم. طبعا الغرامه مأثره على احمد عبد القادر نفسيا جامد جدا يا جماعه، والراجل بيعتذر لكل جمهور النادي الاهلي لو اساء في اي حاجه او في كلامه باي حاجه الجمهور زعل منه، بيتاسف لجمهور النادي الاهلي كله. يا جماعه لازم نساند الكابتن احمد عبد القادر دلوقتي، ورساله من عمرو الاهلاوي لجمهور النادي الاهلي وجمهور بوابه الاهلي برضو، زي ما ساندنا الكابتن حسين الشحات لازم نساند الكابتن احمد عبد القادر في وقته. الراجل خلاص حصل موقف والراجل طلع يتكلم فيه عفويا، وكان موقف استفزه برضه، وكلنا بنقع في الاخطاء وكلنا مش معصومين من الخطا. فتمنى من جمهور النادي الاهلي في الوقت الحالي الكابتن احمد عبد القادر مستني دعمكم، وتساندوه في الفتره ديت. وسالته كمان سؤال، هل طلبت، عشان في اشاعات طلعت على السوشيال ميديا برضه وعلى الصفحات اللي بتكلم عليها دي، اني طلب الرحيل عن النادي الاهلي بعد ازمته مع الكابتن خالد بيبو والمبلغ اللي اتخصم منه الكبير، مستاء جدا من تعامل النادي الاهلي. الراجل وضح قال مفيش الكلام ده خالص، انا ما طلبتش الرحيل وانا تحت امر النادي الاهلي، وعمري ما اقدر اسيب النادي الاهلي الا لو هم مش عايزيني، دي حاجه تانية. لكن انا هفضل في النادي الاهلي وحابب النادي الاهلي وحابب جمهور النادي الاهلي، ومفيش الكلام ده، ما حصلش خالص، ولا عمري طلبت ان انا اسيب النادي الاهلي وامشي. فاستاذنكم، الموضوع خلص خلاص. لكل الناس اللي بتسمعني او كل صفحات السوشيال ميديا، لو حد بيتابعني او يسمعني، ارجوكم كفايه خلاص على احمد عبد القادر الكلام ده. انا مفيش برضه حاجه بيني وبين احمد عبد القادر الا كل خير، وزيه زي حسين الشحات وزي اي لعيب في النادي الاهلي. انا عامل الصفحه وانا اللي بدير صفحه بوابه الاهلي، مفيش حد تاني الحمد لله معايا، انا اللي بديرها من الالف للياء. فاذا كنت بساند اي لعيب او بساند اداره او بساند النادي الاهلي حبا في النادي الاهلي، وزي ما قلت قبل كده في فيديوهات وحلقات قبل كده، يا جماعه انا بصرف في جيبي الشخصي عشان حبا في النادي الاهلي. انا لحد دلوقتي ما خدتش حاجه ولا دخل جنيه في جيبي من النادي الاهلي ولا ما يخص النادي الاهلي، اذا كان على اليوتيوب والله او اذا كان على السوشيال على الفيسبوك. كله صدقوني في حب النادي الاهلي. والله انا اتربيت من صغري عشقي الوحيد للنادي الاهلي، ما بحبش اسمع عليه كلمه كده، كلمه واحده بتحرق دمي من اي حته. فعشان كده انا عامل الصفحه دي دفاعا وحبا على النادي الاهلي، اذا كان صفحه بوابه الاهلي او قناتي على اليوتيوب. عشان ما نطولش على الموضوع ده، ارجوكم مسانده الكابتن احمد عبد القادر، وكفايه عليه الكلام اللي شافه وخلال الضغط العصبي اللي كان فيه الفتره اللي فاتت. الراجل بيتاسف لكم وبيعتذر لكم وبيقول لكم ما تزعلوش مني لو انا غلطت في اي حد، كل موضوع بس ما فيه ان حاجات عصبتني وضايقتني وغصب عني انفعلت واتكلمت عليها. الموضوع التاني اللي بعد كده، في صحفي اعلامي سعودي طلع على قناة السعودية اسمه وليد، وانا مش عايز اذكر اسمه اصلا. وليد دوت، الاعلامي وليد ده طلع طبعا كان معاه محادثة مع مشجع اهلاوي، فبيتكلموا على السوبر المصري من الاهلي والزمالك، وان السوبر عندهم كبير والعالم كله والدور على العالم كله شايفه. فيرد الاعلامي ده بمنتهى الاستفزاز ويقول له لا، ده السوبر عندكم انتوا اللي شايفينه، بس مفيش حد شايفكم غيره
اتفرجوا بقى على الدوري السعودي، واتفرجوا الدوري السعودي بيتبث على كام قناه؟ حوالي 60 او 70 قناه حول العالم. فانتوا الفتره اللي جايه بقى اركنوا انتوا، باللغه بقى معناها كده، اركنوا انتوا بقى، انتوا هتشوفوا الدوري السعودي حاجه تانية، هيغطي عليكم، مفيش دوري مصري. ده بمعنى كلامه استفزاز وقله قيمه بالدوري المصري. احنا كجمهور استفزينا بالكلام ده، حاسس ان اتقل مننا كدوله كدوري ليه قيمته وادميته. اتمنى من اتحاد الكوره اللي قاعد نايم ننا يسمع الكلام ده ويفوق اللي احنا عمالين نعمل السوبر الاماراتي، السوبر المصري في الامارات، والسوبر في السعوديه، ونروح للناس دي عشان خاطر احنا ما عندناش استادات. لا، عندنا استادات وعندنا امكانيات ان احنا نعمل، لا عشان احنا مش عايزين ندخل جمهور. اسمعوني بقى كاتحاد الكوره يفوق للكلام ده، عشان احنا تعبنا من واحد زي ده يطلع يقل بينا. لا، احنا كبار قوي كدوله وككوره. لما تطلع يتكلم على الدوري المصري، يطلع يتكلم باحترام. اتحاد الكوره يا ريت يسمع ويفوق، ان يروح بدل ما يروح يعمل فرادة يعمله على ارض مصر، على الملاعب المصريه. عندنا ملاعب كبيره وملاعب مستوى كويس مش وحش، ان يتعمل عليه سوبر ويتعمل عليه بطولات. يا ريت تفوقوا للتصوير المعفن اللي بيتصور باللفظ كده بقى، التصوير اللي عندنا السيء، التحكيم السيء. اتفرجوا على الدوريات دي بتصرف ازاي وبتعمل ايه. يا ريت نعلي بقى من نفسنا ونشوف الناس دي بتعمل ايه ونتعلم منها، بدل ما نلاقي واحد زي ده بيستحقرنا بالمنظر ده. بيستحقرنا. فأتمنى المسؤولين يفوقوا. احنا النهارده حسينا ان احنا ولا حاجه، بس انت بتتكلم يا عم اعلامي يا وليد، بتتكلم على فلوس بالمليارات بتترمي في الارض، فلوس محتاجاها شعوب. اصلا لو احنا اتكلمنا بقى كسياسه، فلوس محتاجاها شعوب مش لاقيه تاكل ولا تشرب. انتوا بتدعوا بايه لما تروحوا تدفعوا للعيب واحد 200 مليون يورو؟ شعوب مش لاقيه تاكل ولا تشرب، وانتوا بتتباعوا بالملايين والمليارات اللي بتترمى على الارض. لا، احنا بقى دوله بنفكر في الاكل والشرب مش في الكوره بس. والدوري بتاعنا مش برضه مع ذلك مش قليل، دوري بيتشاف، والسوبر المصري اللي بتتكلم عليه الاهلي والزمالك بيتشاف، وبيتشاف على دول كتير، ودول كتير عارفه يعني ايه النادي الاهلي ويعني ايه نادي الزمالك. انت بقى مش شايف دي حاجه تانية كده، انت بتباهى باللعيبه اللي جبتها بالمليارات. طب انتوا دوله النفط والبترول، فلوسكم كلها مترطرطه. اتمنى من اتحاد الكوره ترد على الكلام ده، اتحاد الكوره والدوله ترد على الكلام ده، الكلام ده مش قليل. يا ريت نشوف الدوري السنه دي تسويقيا عالي، ما بيقفش على قناه واحده اللي هي قناه اون سبورت، اون تايم سبورت، قناه واحده اللي بتذيع الدوري بس. اتمنى ان الدوري ينتشر وتشوفوا وتسوقوه في الدول بره زي ما الناس بتعمل. يتذاع عندنا كشعب، يشوفوا ما تناشي بالكوره، بس تتسوق بره وتشوفوا حلول. تصوير الدوري يبقى حاجه تانية خالص يا جماعه، واعلى من كده. عندنا ملاعب، بلاش نقدر نروح الامارات، ما نعمل بطولاتنا هنا على ارضنا وندخل جمهورنا. شوفوا الدوريات الجمهور عامل ازاي بره، والسعوديه عامله جمهورها ازاي. احنا بندخل 5000 و2000 واحد وبنتباهى بيهم من عندنا جمهور. الكلام لاتحاد الكوره المسؤول اللي ده بهدلنا وبيسوق سمعه الدوري عندنا بسبب فشلوا اللي موجود. يا ريت من الموسم الجاي الجمهور يخش الاستاد مفتوح للجمهور،
يا ريت بقى تفوقوا. كما يجيش واحد زي دوت يقل بينا بالمنظر ده. مين هو وليد ده اللي يقل بينا؟ فلوس بيرموها على الارض، فلوس مليارات مليارات، وشعوب مش لاقي تاكل ولا تشرب، ودول بيدفعوا مليارات على الارض. اللعيبه جاي مخلصك واحد زي كريستيانو رونالدو 200 مليون يورو وفيلا وجناح خاص بيه ومدينه وعربيه وكل ده ليه؟ عشان انتوا مش تعبانين في الفلوس. الدوله عندكم مش تعبانه في الفلوس، بترول ومرمي ووزع. لكن احنا لو عندنا الامكانيات دي هتشوفوا لو الدوله فتحت لنا. لكن الدوله للاسف ما بتفتح لناش الكلام ده. الدوله اللي فتحت للانديه دي 3 4 انديه زي ما عندكم كده فتحوا صندوق الدوله ليكوا، هتشوفوا احنا هنعمل ايه. لكن للاسف عندنا الانديه بتعتمد على نفسها، بتعتمد على اقتصادها. لكن انتوا اعتمدتوا على صندوق الدوله، وصندوق الدوله فلوسه بالرز. فما تقلش مننا وتستحقرنا وتقلل من الدوري بتاعنا. الموضوع اللي بعد كده عندنا وهو فتوح. النهارده سمعنا خبر من سياده المستشار مرتضى منصور ان الراجل خد جزء من فلوسه، وان خلاص واقف على التوقيع، وان الراجل ما يقلش عن اي لعيب، والراجل ولعيب محترم، وما يقلش عن اي لعيب في الزمالك، ولعيب كبير فتوح ويستاهل اي مبلغ يطلبه. يا عم يا سياده المستشار، بعد اذنك لما فتوح يوقع رسمي اطلع اتكلم. عملت الموضوع ده مع طارق حامد، عملت الموضوع ده مع ساسي، عملت الموضوع مع بن شرقي، عملت الموضوع واخرهم كان امام عاشور. انت بتضحك على جمهورك، بتضحك على الجمهور، في الاخر الجمهور بيتصدم صدمه العمر لما بلاقيه في حته تانية. اللعيب اذا كان مشي هنا واذا كان راح النادي الاهلي، خليه يوقع رسمي كده ويبصم، واطلع قولوا واحنا كاهلاويه ونقول لكم مبروك عليكم فتوح وهارد لك للنادي الاهلي والكلام ده كله. انا قلت قبل كده 98% فتوح خارج نادي الزمالك وهيوقع للاهلي، وسايب 2% للظروف الطارئه ان ممكن الدنيا تتغير. اصل هو مش ماضي ورقه رسمي مع النادي الاهلي، لان ممنوع يوقع في الوقت الحالي حاجه رسمي. فاذا كان هو موقع رغبه مع النادي الاهلي دي حاجه تانية، دي حاجه تانية. فتوح يا سياده المستشار لما يوقع رسمي صدقني انا اقول لك مبروك، وانت نجحت في منعه يروح للنادي الاهلي، ومبروك عليك فتوح وهارد لك للنادي الاهلي. لان احنا بنتمنى فتوح يبقى عندنا كجمهور، بنتمنى فتوح يبقى في النادي الاهلي من اللعيبه الكويسه المحترمه، واحسن لعيب باك شمال بعد علي معلول في مصر. فكنا بنتمنى نيجي النادي، لكن خلاص وقع، هنقول لك هارد لك للنادي الاهلي ومبروك عليك فتوح. وعرفت ان انت تقنع فتوح بالتوقيع. كل شويه تضحك على جمهورك وتطلع تقول دخلت. اولا انا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه، فتوح ما خدش حاجه من نادي الزمالك، واطلع كذب. فتوح ما خدش حاجه ولا حاجه من مستحقاته القديمه، زي ما طلعت قال النهارده ان فتوح خد جزء من مستحقاته القديمه واحنا موافقين على كل شروطه. فتوح ما خدش حاجه، ويا ريت فتوح يطلع يوضح لو هو قادر يطلع يوضح. بس انا بقول لك المعلومات اللي عندي، فتوح ما خدش اي حاجه من نادي الزمالك ولا جنيه من مستحقاته القديمه لحد الان، او لحد اللحظه اللي بكلمكم فيها دي. فما اقعدش بقى تضحك على الجمهور زي ما ضحكت عليه في اللعبه قبل كده، في الاخر الجمهور اللي اتصدم من ساسي وبن شرقي اللي مشي وطارق حامد اللي مشي، وكل شويه تجيبه يوقع منظر. كل الجمهور اتصدم من الحاجات دي لحد ما راحوا، واخرهم كان امام عاشور. صدمت جمهور الزمالك بحوار امام عاشور. يا ريت جمهور الزمالك يفوق بالكلام ده وياخد باله من المواضيع دي، لان اتكررت كتير. اتمنى ان انا اكون اخباري موفقه معاكم النهارده، واشوفكم في فيديو جديد واخبار جديده مع عمرو الاهلاوي.